سنين في كندا. هحكي لكم الفيديو ده يا جماعه على ملخص تجربتي اللي بقالها 6 سنين تقريبا حتى الان في كندا، وتحديدا في مدينه فانكوفر. طبعا الفتره اللي هحكي لكم عليها دي هي تجربتي انا الشخصيه، فمش عايز اي حد يقول هتحصل لي او مش هتحصل لي، لكن هي تعبر لك عن نموذج من نماذج الناس اللي هي بتسيب بلدها لاي كان الاسباب اللي هحكي لكم عليها دلوقتي دي، وبيحكي بقى التجربه بتاعته بشكل عام. اول حاجه خالص، انا حكم من كندا، وعارفين طبعا بتكلم على الحياه والمعيشه والاستقرار بقالي فتره في كندا. والنهارده بمناسبه ان تقريبا ده الشهر بتاع السنه السادسه ليا، فاحكي لكم كده التطورات اللي حصلت لي خلال ال6 سنين في كندا. يا ريت بقى يسعدني لو انت ما شفتنيش قبل كده، او لو مش متابع الصفحه بتاعتنا يا ريت تتابعها دلوقتي وتعمل لنا لايك وشير الفيديو بعد ما تخلص، وقول لنا رايك طبعا مهم جدا لو انت، خصوصا لو انت عايش هنا، او لو حتى مش عايش احكي لنا في الكومنتس لو عندك اي حاجه حابب تقولها. اول حاجه خالص، هبدا الحكايه بتاعتي من قبل ما اجي كندا، وهو السبب انا ليه اصلا جيت كندا. في 2015 كنت خلصت الدكتوراه بتاعتي في مصر يعني، وبدأت اشتغلت يعني مش بدأت، يعني كنت كملت في الجامعة دكتور في الجامعة. 2016 أنا بحكي لكم بريفلي كده، ناس كتير المتابعين عارفين الموضوع ده. في 2016 بدأت، كنت فتحت مكتب مع مجموعة من الأصدقاء بتوعي، يعني من الشركاء بتوعي يعني، وبدأنا الدنيا ماشية بشكل كويس جدا. راجل دكتور جامعي في جامعة كويسة، وبعدين ربنا كرم كمان، تعينت في جامعة حكومية في مسابقة وحاجات زي كده. الدنيا ماشيه كويس هنا، المكتب الامور بتاعته ماشيه بشكل يعني الاكسبوننشال، حتى مش طالع لينير كده، الدنيا زي الفل بشكل حلو قوي. لكن كان على طول عندي احساس كده، او كنت على طول بفكر ان انا صغير ان انا والدي كان بيدرس الدكتوراه بتاعته في لندن، فكنت عشت في لندن في وقت ما، فكنت حابب ان انا اعيش التجربه تاني. بس طبعا لندن كيو كي، الولايات المتحده يعني، سوري مش الولايات المتحده، المملكه المتحده، ما فيهاش فكره نظام الهجره، او انا ما كنتش اعرف نظام الهجره. فكنت بدور على دوله شبه شبه لندن بتتكلم انجليزي، ده كان الهدف بتاعي، واحس ان هي حلوه كده بالشكل اللي انا كنت عايش فيه وانا صغير، الفتره اللي احنا عشناها فيه. فكان قدامي اختيارات مختلفه، كان قدامي استراليا، نيوزيلندا، وكندا. امريكا ما كانتش في الاختيارات، انا كنت عايز دوله بتتكلم انجليزي زي بتاع اليو كي كده. هي الناس اللي عارفه اليو كي فهم ليها شكل معين. المهم يعني كندا كانت من الاختيارات اللي هي كانت مهمه جدا بالنسبه لي، وبالفعل حاولت تواصلت مع محامي هجرة أو محامي في مصر في الإسكندرية، راجل جميل جدا اسمه يوسف باقي. والراجل ده ماشي معايا في البروسيس كلها طبعا، ايه الحاجات المطلوبة وايه الحاجات المعمولة ومش عارف ايه. عديت شوية تشالنجز وحاجات زي كده في البروسيس. المهم في 2017 كنت خلاص معايا الحاجات بتاعت البيرمننت ريزيدنسي بتاعتي خلاص، يعني عملت كل الحاجات، وكان ساعتها السكور حتى بتاع الهجرة كان تقريبا 430، انا كنت جايب 472، والامور بص زي الفل تمام. فدلوقتي قدامي قرار سوري معذرة. فدلوقتي قدامي القرار، هل اهاجر واسيب الحاجات اللي انا كنت عاملها دي؟ كان ساعتها بقى 17 ده كان الدنيا بقت خلاص يعني، مكتب ممتاز، الجامعه زي ما هي بتبقى ممتاز يعني طبيعي، يعني كدكتور في الجامعه بنفس الشكل يعني. فالدنيا ممتازه في هنا والدنيا ممتازه هنا. هل بقى كان قدامي القرار هسافر ولا مش هسافر؟ فاتفقت انا وزوجتي ان احنا تعالى طب في اول 2018 نروح نعمل حاجه كده. كانت في حاجه كده هاجس عند الناس زمان اسمه سوفت لاندنج. سوفت لاندنج ده اللي هو الناس بتيجي تعمل، بس تعمل لاندنج عشان تقدم على الورق بتاع البيرمننت ريزيدنسي. لان انت لما بيطلع لك في مصر تبعت الباسبور بتاعك بعد ما تخلص كل الحاجات، بيتبعت لك حاجه اسمها confirmation of permanent residency COPR. هي ورقه طويله كده قد كده تقريبا، بيكتب لك فيها كل التفاصيل بتاعه البيرمننت ريزيدنسي بتاعتك، بس مش معاك الكارت بتاع البي ار. فالكارت ده بتيجي لازم تيجي تاخده من جوه كندا. فقلت خلاص تعالى وقت الاجازه بتاعتنا، طبعا الجامعه الاجازه في الشهر واحد، فاخدت اجازه لمده اسبوعين، وجيت انا والولاد عملنا لاندنج هنا، وقلنا نشوف يعني بشكل عام البلد شكلها عامله ازاي والامور عامله ايه. المهم جينا في شهر واحد واستقرينا، قعدنا الاسبوعين يعني، وقدمنا على البيرمننت ريزيدنسي. وصديقي هنا عمرو عياد يعني مشكورا هو اللي استقبلنا وقال لنا بنعمل ايه وكل حاجه وخلاص. ورجعت تاني ايه على الجامعه. طب خلال الاسبوعين دول بقى كان وقت مطر اصلا، يعني الدنيا كانت في شهر واحد ده كان الدنيا مطر جدا. مش عارف، قعدت اقول لزوجتي طب ايه رايك، البلد شكلها حلو، طب مش عارف ايه. فطبعا اتفقنا ان احنا ما ينفعش نحكم على البلد من خلال اسبوع ولا اسبوعين. طبعا
طب هنسافر ولا مش هنسافر؟ كان ساعتها بقى الكلام ده في 2018 برضو. كل الحاجات اللي في حياتي التانية اللي بقول لكم عليها، يعني الحمد لله المكتب بقى شغال بشكل احسن بكتير، والدنيا خلاص يعني مفيش اي داعي بقى خلاص بعد ما قدمنا على الورق البي ار وحتى اتبعت لنا تاني. مفيش داعي، مفيش اي. اللي بيهاجر ده بيبقى عنده اسباب منطقيه للهجره، اللي هو بيدور على فرصه احسن تعليميا ليه ولا لاولاده. الدنيا كانت ماشيه كويس خالص. ماديا بيدور على مستوى اجتماعي، مستوى مادي احسن. ما اعتقدش يعني انا المستوى المادي اللي كنت فيه ما وصلتلوش حتى هنا، الحمد لله الامور بخير. بس يعني قصدي ماديا كبزنس اونر وحاجه زي كده. اجتماعيا 100% في مصر اجتماعيا الوضع هو هنا انت بتتعلم ان اجتماعيا دي حاجه يعني عادي مفيش مشكله، بس قصدي اجتماعيا بالمنطلق بقى اللي انت عايزه بقى كراجل انتربرينور ودكتور جامعي وبتاع. لا مصر طبعا كانت احسن بكتير. اسريا طبعا، وده قبل كل حاجه الاسره كانت موجوده. ف مفيش اي حاجه يعني بالعقل المنطقي كده يخليك تقول ان انا لا انا هسافر. ليه هسافر؟ وبالفعل في 2018 انا فاكر كنت قلت لزوجتي ان هو خلاص خلينا السنه الجايه، ما يعني مفيش حاجة، الدنيا ماشيه كويس مفيش حاجه، واتفقنا على هذا الاساس. المهم في شهر 7 لقيت زوجتي بتقول لي طب خلاص احنا المفروض ندفع فلوس المدارس بقى السنه الجايه الولاد. ندفع فلوس المدارس ولا نروح كندا؟ وهي اوريدي كان جالها كده زي حاجه زي عمل وحاجه زي كده، فنروح ولا ما نروحش، نعمل ولا ما نعملش، مش عارف ايه. قلت يعني القرار ما اخدش كتير يعني، بس هو قلت لها طب هقول لك حاجه، انا هعمل فكره حلوه خالص. أم، هوديكم وهاخد اجازه من الجامعه وهاخد اجازه من المكتب لمده 5 شهور، وده كان فعلا وده اللي حصل. وهسيبكم هناك وارجع تاني، يعني ده الهدف، تكملوا حياتكم زي ما انتوا زي ما احنا متفقين وخلاص. وبالفعل قلنا خلاص ما دفعناش فلوس المدارس بتاعت الولاد في 2018 دي، وجينا على كندا في شهر احنا يعني الكلام ده في شهر 7. احنا في 9 بقى اللي هو بمناسبة ال6 سنين ده، في 9 2018 وصلنا كندا، كان بالظبط كان نص شهر 9. فخلاص وانا حتى التيكتس بتاعتي وكل حاجاتي حاجزها 5 شهور من وصولنا لكندا يعني. طيب خلاص ايه الاخبار، طب ايه الكلام، طب ايه مش عارف ايه. المهم وصلنا كندا يعني خلاص، سلمنا على الناس وكل الامور خلصنا وكل حاجة، وبعدين وصلنا كندا. اول يوم وصلنا لكندا، انا بس شايف ان الوقت طول شويه. انا ممكن اعمل الفيديو ده على سلسله يعني مجموعه فيديو يعني فيديوهات. يعني انا بس الهدف من الفيديو ده احكي لكم على تجربه. يعني انت بتفكر تهاجر او انت عايز تهاجر، فانت نموذج قدامك اهو، واحد برضه مر بهذه المرحله، وطب امشي ما امشيش، طب اعمل ما اعملش. دي كلها افكار كتير من اهم الاسباب اللي بتخليك ان انت تفكر تهاجر يعني. ف بس فالفيديو ده ممكن بس يكون الحلقة الأولى، وعامل لكم فيديو تاني هكمله دلوقتي وانا قاعد في نفس المكان غالبا. بس ما اعرفش بقى هفصل الفيديو ولا ايه، هشوف. لو شفت الفيديو كبير فهو انا عملته مرة واحدة، لو متقطع كده فما في فيديوهات تانية هتيجي. بقية الحاجات هتلاقوني بنفس اللبس بنفس البتاع بكل حاجة. فبالمناسبه دي برضو اشكركم لمتابعتكم. يعني انت لو وصلت لغايه دلوقتي اشكرك جدا لمتابعتك واشكرك جدا لمتابعتك، واتمنى بس ما تنسوش تعمل لايك للفيديو او لاف كده. اللاف احلى بكتير من اللايك يعني، من اللاف كده فيها لاف، لايك فيها لايك، طبعا لايك اللاف احلى بكتير يعني. المهم فجينا كندا 2013 2018. قعدنا فندق المفروض الطبيعي. بصوا هي دي يمكن بقى هندخل هنا شويه في الحته الجديه شويه بتاعه الحياه في كندا. اول مشكله خالص بتقابلك في كندا وهي مشكله السكن. السكن ده يمكن دلوقتي بقت مصيبه كبيره، لكن بتتحسن دلوقتي. بس في الفتره لغايه مثلا من قبل قرارات الدراسه والحاجات زي كده، السكن بقاله بتاع 3 سنين بعد الكوفيد مشكله رهيبه جدا بتؤرق اي حد. المهم وصلنا وقعدنا في فندق. كنت حاجز الفندق ده قد ايه بقى؟ كنت حاجز الفندق ده 4 ايام. معرفش الجبروت اللي جوايا خلاني احس ان انا هقدر اجر شقه بالمواصفات اللي انا عايزها في خلال 4 ايام. طبعا قلت لكم اول اللي استقبلني في اول السنه في اول 2018 زميلي عمرو عياد. فكنت طلبت منه يعني صراحه بهدلت الراجل معايا، معلش عمرو شوف لنا دي شوف لنا دي مش عارف ايه وحاجات زي كده. فكان شاف لي كذا حاجه، وهو قدر لما انا كنت لما جيت بقى يعني خلاص لاندنج بشكل نهائي. هو كان في مؤتمر حاجه كده، ما كانش موجود في كندا اصلا. فكان مرتب لي مواعيد مع ناس.
فانا على الحسبه ديت يعني قلت خلاص فندق 4 ايام وهلاقي شقه او حاجه اعملها يعني. فالمهم انا بدات ادور على خلاص رايح على المواعيد اللي الناس حاجزها لنا. اول حاجه خالص حجزت عربيه من انتربرايز واخدتها تاني يوم ونزلت. بدات بقى انا ومراتي والولاد نروح نبص على الحاجات اللي كان عمرو ما بين اللي عمرو قال لنا عليها او الحاجات اللي احنا بندور عليها واحنا قاعدين في الفندق. فاول ما نروح لحد، اولا الصدمه الاولى وهي ايه؟ ان المساحات شكلها غريبه جدا جدا. يعني الشقق هنا صغيره، كل حاجه صغيره. يعني مثلا العربيه اللي انا فيها دي، لا مش الدرجات دي يعني، بس قصدي شقق صغيره خالص. يا جماعه هو ده اللي احنا هنقعد فيه؟ وطبعا معظم الشقق بتبقى اوضتين اللي احنا بنشوفها. يعني كنا فاكرين الاوضتين دي تنفع، طلع اوضتين دي ما تنفعش خالص. احنا عندنا 3 ولاد ساعتها وما زالوا يعني 3 ولاد. لكن طب هنقعد ازاي؟ طب هنعمل ايه؟ طب مش مشكله، خلينا طب نقعد في دي الاول وبعدين نشوف. الناس تقول لك ايه؟ لا والله ما ينفعش. يا جدعان ليه يا جدعان؟ لا اصل انت معكش، انت مش شغال هنا. لا اصل انا معايا فلوس، انا جايب فلوس. لا والله الفلوس مش كل حاجه. يعني ايه الفلوس مش كل حاجه؟ انا معايا فلوس ممكن ادفع لكم سنه حتى. لا مش هينفع تدفع لنا سنه، لازم تكون بتشتغل. 1 2 3 يوم يعدي، 2 يعدي، 3 يعدوا. طب وبعدين؟ طيب بدأت أنا أتوتر بقى. أنا بتوتر بسهولة جدا يعني، مش محتاج حاجة توترني، بس يعني بدأت أحس فعلا إن في أزمة. لأن أنا على طول ببص الأمور بشكل إيجابي، اللي هو عادي. ده رفضني مش مشكلة، رفضني مش مشكلة، عادي. بس لقيت إن كله عنده نفس المشكله، بما فيهم الحاجات اللي كان محجوزه لنا اوريدي مع الناس. يعني انا فاكر في شقه من الشقق اللي احنا رحناها، دي كانت عجبانه جدا جدا، وحته على الريفر وحاجه حلوه قوي. فاول ما دخلنا الولاد، يا جماعه لو سمحتوا مركزوا، مش عايزين بهدله. وبقول لولادي على الباب يعني بره، خليكم محترمين ومش عارف ايه. تمام. اول ما دخلنا الشقه العيال بص كانهم دخلوا ايه، ملاهي يعني. بص شقلبه وتنطيط ومش عارف ايه. وطبعا هنا اصحاب الشقق بيبقوا ساعات بيخافوا على مش ساعات، هما بيخافوا على الحاجات بتاعتهم. ما وافقوش على حاجه زي دي. فبدانا احنا عايشين في دايلاما بتاعت طب وبعدين؟ طب هنلاقي شقه مش هنلاقي شقه؟ فقعدنا في فتره قعدنا مثلا، يمكن اضطريت ان انا، احنا حاجزين 4 ايام، زودت عليهم 3 ايام كمان. بس لقيت شقة بالمواصفات بكل الحاجات اللي انا كنت عايزها، في حتة برضو لطيفة في وسط فانكوفر. سعرها كان مناسب جدا. كانت الحمد لله الامور مشيت كويس. يعني كنت حاسس في الاول ان هو ايه ده فعلا الموضوع هنا صعب ان انت تلاقي شقه. بعدين لما بدات اشوف شويه، اكتشفت ان في ناس بتقعد بالاشهر اصلا، شهر ولا اسبوعين ولا 3 بتقعد لغايه ما تلاقي شقه. فالحمد لله ان انا عشان ما كنتش سامع من حد قبل كده ان في مشكله وان انت مش هتلاقي شقه، انا رايح على زي ما بيقولوا كده على عمايه هدور على شقه. فدورت على شقه، فبالتالي الموضوع الحمد لله عدى بشكل كويس. ودي نقطة بس مهمة، لو انت وصلت برضو الحتة دي في الفيديو الطويل، انا معرفش انت بتتابعني منين ولا انا بقدم الفيديو كان متقطع ولا مش متقطع. متنساش تعمل لاف كده، موجودة في زاوية من زوايا الشاشة يعني، بتبقى موجودة على الجنب سوري انت بتتفرج. المهم، فوصلنا الهدف بس من الفيديو ده ان انا اقول لك ان خلال التجربه دي، ان انت يعني الناس اللي زي حالاتنا بيحكوا لكم على تجاربهم. مش معنى تجربتي لازم هتنجح معاك، او تجربه واحد فاشل مثلا، او واحد فشل مش فاشل يعني، واحد فشل في حاجه لازم تمر بيها. لا، ممكن ما تمرش بتجربتي ولا بتجربته، تمر بحاجه احسن بكتير او حاجه اسوأ بكتير. فيعني او هي يعني، بس انا بقول لك من التجارب يعني. فالمهم وصلنا البيت ودخلنا وقعدنا في الشقه. طبعا هنا الشقق برضو بتبقى مش unfurnished يعني، ما فيهاش furniture. فبتشتري furniture. طبعا بيجي كل الشقق بيجي معاها التلاجة والغسالة والبوتاجاز والمايكرويف تقريبا كمان، او مايكرويف لا مش شرط، بس تلاجة غسالة بوتاجاز وديش واشر، دول لازم موجودين في اي شقة بنسبة 90% 95%. في برضو بعض الشقق ما فيهاش ديش واشر، بس بالحاجات التلاتة غسالة بوتاجاز تلاجة دول لازم موجودين. المهم استقرينا في الشقة وبدأنا نفرش الحاجات ومش عارف ايه، وبدأنا ندخل الولاد مدارس. تجربة تدخيل الولاد المدارس احنا ما كنتش عندنا خلفية قوي. ممكن منى اتكلمت مع حد مش عارف ايه بتاع، قالوا لها تعمل كذا كذا. رحنا المدرسة، كان في فانكوفر سكول بورد يعني. دخلنا الولاد لقينا الموضوع بسهولة فائقة. انت بتدخل للسكول بورد بتقول لهم انا ولادي جم، ما فيش بقى لا هات لنا درجات ولا هات لنا موضوع بسيط. انت الواد عنده كام سنه؟ كذا، معاه تطعيمات وكذا، مش معاه حتى هيشوفوا ويعملوا ايه في التطعيمات. قدرا ان احنا معانا تطعيمات، كنا سامعين يعني عن موضوع التطعيمات فجايبينها وخلاص. بس الموضوع انتهى بتاع المدارس. فقعدنا في البيت، عملنا الفurniture في الفتره الاولى. طبعا خلال كل الحاجات دي مثلا بتاخد لها اسبوعين 3 4. انت عمال تصرف فلوس كتير، انت مش متخيل برضو. ودي نقطه مهمه جدا تبقى انت عارفها، الفلوس بتتسحب بشكل كبير جدا.
يعني انا جايب فلوس مبلغ كان محترم قوي ساعتها، بس ما اعرفش كل شويه فلوس تروح تروح تروح. دي حاجه بس خليك حاططها على في ذهنك كده. المهم الولاد دخلوا مدارس، البيت اتفرش وكل حاجه. مفيش حاجه تانية نعملها، خلاص بنودي الولاد المدارس الصبح، وانا مش هشتغل. انا يعني كان الكلام ده خلاص بقى، دخلنا في شهر 10 تقريبا، لان احنا على ما لقينا الشقه كنا في اخر في 20/9 تقريبا حاجه كده او يعني. فعلى ما دخلوا المدارس ومش عارف ايه كنا خلاص في 1/10. وبادئين بقى خلاص ان احنا انا ومراتي بنتمشى بقى بنشوف البلد عامله ازاي وحاجات زي كده بعد ما نوديهم مدارس الصبح. يمكن من هنا بقى تيجي فكره بقى اللي خلتني شويه ابدا اغير وجهه نظري. كنا دخلنا في اول 10، بقيت بشوف معدل الصرف بتاع الفلوس بيبقى عامل ازاي. فحسيت ان هو ماشي، ممكن وانا في المكتب ممكن اصرف عليهم عادي في مصر يعني لما ارجع المكتب، بس احس الموضوع كبير. طب قلت طب وانا ليه لا ما ادورش، ما ابص كده على شغل يعني، مش يعني هيحصل ايه اما اجرب كده من باب ان انا ايه، اشوف بس ايه اللي بيحصل في الشغل وكده. فبعت الريزوميز بتاعتي عشان اشوف شغل. مفيش، محدش بيرد، محدش بيعمل، محدش مش عارف ايه. طب ليه؟ طب يا جماعه ما في ايه؟ فبدأ الموضوع يدخل جوايا تحدي بقى، اللي هو ازاي انا مش لاقي شغل. انا راجل بقى فاكر نفسي ياما هنا ياما هناك ومش لاقي شغل، لا ده انا هلاقي شغل يعني هلاقي شغل. فقعدت ابعت ريزمي تاني وتالت، ما برضه مفيش حاجه. اتعرفت برضو من ضمن محاولة التعرف على مصريين شوية، او ناس اعرفهم يعني. اتعرفنا على حد عرفني على حد مش عارف ايه، فتعرفت على اول صديق ليا هنا. تاني صديق ليا هنا محمود حمودة، وهو راجل حبيبي جدا جدا ويعني اخويا يعني هنا. فهو شغال في مركز من المراكز اللي هي بتاعت مساعدة المهاجرين الجدد للسيتلمنت. وفي حاجه بس انا معلش هو ده ملوش دعوه بالموضوع، بس في حته كده افتكرتها. في ناس عندها خلط تماما ما بين المهاجر واللاجئ. بمعنى ايه؟ يعني ناس كتير بتقعد تقول لك انت هنا عايش بالحكومه بتصرف عليك والحكومه بتدي لك وبتعمل لك ومش عارف ايه. بصوا يا جماعه الكلام ده مش صحيح خالص بالنسبه للمهاجرين تحديدا. المهاجر ده واحد هو عنده سكيلز معينه وشويه حاجات معينه، قدم على برامج بتاعه الهجره وبالتالي جات له الهجره لكندا خلاص. فجاه كندا بقى بتقدم لك ايه؟ كندا بتقدم لك التأمين صحي. طب مجانا دلوقتي بقى مجانا، وقتها كانت بتدفع مبلغ بسيط كده، مش عارف $17 في الشهر، بعد كده خلاص بقى مجانا دي حاجة حلوة جدا يعني. تأمين صحي مجاني. ان انت اكسس للمدارس التعليم كلها مجاني. يعني حاجات الفاسيلتيز اللي هي اللي موجودة دي. بس هل كندا ما وتدي لك تشايلد بنفيت دي فلوس بياخدها كل الناس اللي موجودين في كندا، الرجل الثري بالفقير بالمتوسط بالمعدوم، بكل حاجه على حسب الدخل بتاعك. كل ما الدخل بتاعك يزيد كل ما التشايلد بنفيت دي بتقل. فانا فاكر اول ما جيت اصلا كان تقريبا 600 للطفل او حاجه زي كده. كنت مبسوط جدا، قلت يا نهار ابيض ده الناس دي جميله جدا. سنه واحده وبدات بعد ما كنت اشتغلت خلاص بدات الفلوس تقل لغايه دلوقتي تقريبا بياخدوا مني فلوس عشان اللي مش بياخدوا فلوس يعني، بس قصدي يعني موضوع بقى اقل بشكل كبير يعني. فانا بس عشان في ناس بس عندها خلط من انت بتيجي تيجي كندا الناس بيستقبلوك بالاحضان. وده كان عندي شويه والله، مش يدوني فلوس بس كنت بيستقبلوني بالاحضان يعني. محدش بيستقبلك لا بالاحضان ولا حاجه. المهم بس دي حتى مش عارف ليه قلتها بس حبيت اقولها يعني. فبدأنا ان انا ادور. رحت محمود حمودة وداني عندهم في المكان اللي هم بيشتغلوا فيه. فالراجل بيدي لك كورسز لل لل ازاي تلاقي شغل في كندا، ازاي تعمل الريزومي بتاعتك بالطريقه الكنديه. ودي حاجه ما كنتش اعرفها، ودي نصيحه برضو للناس اللي موجوده هنا. ان انت الشغل هنا لازم تكون الريزومي بتاعتك معموله بطريقه كنديه. ايه الطريقه الكنديه؟ طريقه سيمبل جدا جدا، ان انت بس تحط الخبره بتاعت، تحط اسمك، بريف ديسكريبشن على يعني سمري للاكسبيرينس بتاعتك، بعد كده السكيلز بتاعتك، بعد كده الكرونولوجي بتاع الشغل بتاعك بشكل بسيط خالص. مش محتاجين هم اي افوره ولا صور ولا مهاراتي ولا ديني ولا متجوز ولا مش متجوز ولا عندي عيال ولا لا وساكن. بس موضوع سو سيمبل. هبقى احط لكم نموذج للخبره الكنديه دي، عشان هم هنا بيدخلوا الحاجات دي على ATS سيستمز اللي هو زي سكاننج سيستمز للريزوميز. هو عايز يشوف حاجات معينه قدامه، مش عايزك بقى تقعد تحكي له. انتوا عارفين احنا في مصر وكده بنقعد نعمل ريزومي يعني كانك رايح مقدم على يعني على وزاره تبقى وزير، لا يعني. كنت اقول اقدم على حاجه تانية بس والله مش قصدي يعني، قصدي يعني مقدم على وظيفه عملاقه يعني. فلا الموضوع هنا ابسط من كده بكتير. المهم اتعلمت الموضوع ده وبدات ان انا اقدم على شغلانات.
وفي شغلانه منها كانت عجباني جدا جدا. وقلت الناس دي هيكلموني، وبالفعل الناس كلمتني. شركه اسمها، بلاش اقول اسماء الشركات يعني، خلينا بس هي شركه كبيره جدا وكانت حاجه حلوه قوي. فالمهم بدات اعمل معاهم انترفيوز، والدنيا ماشيه بشكل حلو، شركه كبيره خالص يعني. ف ودي برضو حاجه يمكن الواحد يتعلمها، ان هو ايه يعني، خليك صبور يعني. خلال الوقت ده كان بيجي لي انترفيوز لشركات صغيره ومتوسطه وشركات ضايعه وكل حاجه، وكنت بروح انترفيوز وكل حاجه، وناس تقول لي اه تمام لا زي الفل، ناس تقول لي لا، ناس تبعت لي اوفرز، ناس مش عارف ايه. بس انا كان على طول في ذهني الشركه اللي هي الكبيره خالص دي. بعدها بشويه برضو كنت رحت عملت انترفيو في شركه بقى في المجال بتاع الكونستراكشن مانجمنت، شركه كبيره جدا، نفس النموذج، دي في الديزاين او يعني في الانجينيرنج، ودي في الكونستراكشن مانجمنت يعني. فبرضو جالي عملت معاه انترفيو، انا فاكر الكلام ده مثلا في اخر 10 تقريبا، في اخر 10 والتانيين دول عامل معاهم انترفيو في نص 10، ولسه يعني في تشالنج ما بين الشركات وحاجات زي كده، ما حدش بيرد عليا. وهنا برضو دي حاجه اتعلمها هنا، الريكروتمنت حسب الشركه، بس غالبا هم ما بيكونوش عايزين حد فوري غالبا يعني، الا لو حاجه مصيبه حصلت، هو عادي ان انت عايزك خلال شهر شهرين حاجه زي كده. المهم طبعا نفسيا كنت ببقى متضايق جدا، لان انا متعود بقى على الانجاز، وان انا بسرعه الحاجات تخلص ومش عارف ايه وحاجات زي كده. بس ما كنتش بلاقي كده هنا، الناس هنا على قلبها مراوح شويتين تلاتة. فاستنيت لحد مثلا انا فاكر جات لي في شهر في اول 11 يعني الاسبوع التاني في 11 حاجه، ده ما بين الاسبوع الاول او التاني في 11. آه، الشركه الاولانيه اللي انا كنت عايزها دي ما خلاص ما بتردش، اللي هي اللي بتاعت الانجينيرنج ديت. وفي شركتين تانيين كده بعتوا لي اوفرز بسعر قليل خالص، يعني بالنسبه لي يعني قليل خالص. فما كنتش عايز اروح، فعمال اماطل. وبعدين يوم ما كنت هوقع عقد بتاع واحده منهم، قلت طب ما اكلم الشركه الكبيره التانيه في مجال الكونستراكشن مانجمنت دولت. انا فاكر الكلام ده كان يوم تقريبا يوم 10 11 حاجه زي كده، تقريبا 10 11 او 12 11 تقريبا حاجه زي كده. فقلت طب ما اكلمهم اسالهم، هم كلمتهم قبل كده في يعني اخر 10 كان انترفيو، قالوا لي هرد عليك كمان اسبوع، وكمان اسبوع ما ردوش. فقلت طب دلوقتي كان عدى اسبوعين تقريبا، فقلت طب ما اكلمهم اسالهم، انا المفروض اوقع العقد ده. وعمال اقول لمراتي لا بصي انا كده مش هشتغل، انا كده كده هنزل، كمان التيكت محجوزه وكل حاجه، كمان شهرين ولا حاجه، مش فاكر كان امتى الحجز بتاع ال5 شهور اللي انا كنت حاجزهم. وخلاص انا مش هقدر ان انا اشتغل بالاسعار والحاجات دي، مفيش مشكله وعادي اللي انت عايزه وبتاع وحاجات كده. المهم كلمت الشركه الكويسه اللي انا كنت عايز اعملها دي، فردت عليا الاتش ار: ايوه محمد ازيك، ده احنا لسه النهارده كنا بنتكلم عليك، وهنبعت لك اوفر كمان شويه، والاوفر كذا. كان تقريبا ضعف او حاجه كده السعر، او اكتر شويه من اللي هو التانيين كانوا قايلين لي عليه. قلت سبحان الله بجد يعني، ما بس هو كان اقل مش عارف مبلغ عبيط خالص من اللي انا كنت طالبه يعني. ف ولا انت عندك مشكله؟ قلت لها لا لا يعني، انا اصلا ما صدقتش الرقم، فقلت ايه يمكن قالوا حاجه غلط ولا بتاع. قلت لها لا تمام، هو كده كده فهمت انه اعلى بكتير من التاني. المهم قلت برضو حكوا عليا بعد ما يقفلوا، مش هي برضو اللي هي الشخصيه السيكوباتيه اللي جوه الواحد دي، اللي هو لا والشك ده ان هم لا اكيد مش هيبعتوا لي. 5 دقايق، مش مثلا ساعه ولا 10 دقايق، 5 دقايق لقيتها بعتت الاوفر. نهار ابيض بجد والله. المهم سبحان الله، قلت وقالت لي هتشتغل امتى؟ ما عملت نفسي بقى نزهي بقى، اقرع ونزهي، ما كنتش اقرع والله كده، بس يعني كنت نزهي يعني. قلت لها في اول يعني في اخر الشهر، او يمكن اخر 11 او اول 12. قالت لي تمام، والاوفر مبعوث بهذه الطريقه. وبالفعل جالي الاوفر على هذا الكلام وكله تمام. بقيت بقى في غايه السعاده، بقى فرحان بقى ان انا ايه لقيت شغل كويس في المجال اللي انا عايزه، وفي شركه كبيره جدا، والدنيا تمام ومش عارف ايه. بس بدات برضه عمال اقول انا شهرين ثلاثه وهمشي يعني، ده الهدف بتاعي يعني، ما كنتش ناوي اقعد قوي. بس قلت انا كان مبسوط بان عارف انت شفيت غليلي من اللي هو مش لاقي شغل يعني، دي كانت حاجه يعني محيره شويه بالنسبه لي. برضو لحد ما يعني رحت اشتغلت والدنيا تمام. بس انا حاسس الفيديو برضو طول، فانا غالبا برضو لو انت شايف الفيديو لو انت وصلت لغايه دلوقتي متنساش تعمل لايك وشير وكومنت في اي حاجه. وغالبا هفصل الفيديو ده اجزاء لان هو موضوع طويل، بس يعني ممكن انزله مره واحده، ممكن ما انزله يعني، هشوف كده ايه اللي بيحصل. الكلام ده كده احنا دخلنا، انا بحكي لكم انا حاسس انتوا قاعدين معايا في رحله الهجره دي. احنا كنا بنتكلم من شهر 9 لغايه شهر 11 2018. وبالطريقه دي كده انا ممكن يعني اخلص الفيديو ده كمان سنه. فهحاول ان انا انجز شويه الحاجات اللي انا بقولها.
ندخل على طول في مرحله الشغل. المهم وصلت لمرحله الشغل، دخلت شركه. احساس بقى ان انت تشتغل كموظف في شركه هنا احساس مختلف شويه، مختلف كتير، مش شويه. تحس انت كنت هناك في مصر صاحب شركه وعندك موظفين، بس حسيت التعامل اللي بيتعاملوا معايا كموظف الطف ما كنت انا صاحب شركه اصلا. يعني الدنيا هنا لطيفه، والناس بتحترمك كويس جدا، ومش ان الناس في مصر مش بتحترم بعض، بس قصدي حياه هاديه ومش عارف ايه. طبعا مش خلال اول كام يوم ما كنتش قادر احكم، بس انا يعني أنا يمكن جيت كده عارفين في شهر 12 ده هنا في كندا زي كده رمضان عندنا في مصر، اللي هو شهر كده تحس ايه الناس ايه ده. انا ما كنتش فاهم كده غير يمكن السنه اللي بعدها. انا شفت مظاهر ما كنتش عارف اترجمها يعني. هو 12 ده الشهر بتاع الكريسماس، فالناس طول الشهر يعني العيد في الكريسماس، فهم طول الشهر تحسهم ايه مهبطين خالص، زي ما احنا في رمضان كده بنبقى مهبطين لغايه العيد، وبعد كده بقى يبداوا ايه تبقى انت مهبط اكتر لان انت كنت يعني اكلت كتير في العيد، فكحك وبسكوت مش عارف. هم نفس الكلام هنا بالظبط. فالشهر كله ماشي بشكل حلو، حلويات وشوكولاتات. انا ما كنتش انا كنت فاكر ده الطبيعي بقى ان انا اروح الشركه الصبح، التريدز كلهم جايبين شوكولاتات وحاجات كده كتير، والناس عمال جماعه الحاجات في المطبخ. ان انت تروح المطبخ تلاقي بقى عصاير ومشروبات وكل حاجه موجوده، ماشينز بتاعت قهوه، تو ماشينز بتوع قهوه، وهوت شوكليت وفرنش فانيلا وكابتشينو الحاجات. يا جماعه هو انتوا في حاجه انتوا تعملوا فينا حاجه بعد ما تشغلونا، ولا انتوا هتشغلونا بس ولا ايه؟ لا، احساس ان انت كموظف هنا في شركه محترمه يعني، لا احساس حلو جدا. قضينا شهر 11 ده كله الدنيا ماشيه. لقيتهم بيقولوا لي اول ما جيت على فكره احنا في حفله بتاعت الولاد مش حفله كريسماس للولاد نفسهم، في حفله ليهم عشان مناسبه الهوليديز. هم هنا بطلوا يقولوا كريسماس شويتين ثلاثه، بقت الهوليديز يعني. فتعالى الولاد ومش عارف ايه، خدت الولاد اتفرحوا يعني خلال اول ما اشتغلت، وجايبين لهم هدايا الدنيا مختلفه كتير يعني انت كموظف يعني. بس خلصنا شهر سنة 2018 ودخلنا في 2019. ده كده فاضل شهر تقريبا أو شهرين على المفروض ما أنزل مصر تاني. فبدأت أحس إن هو يعني بالمعدل الفلوس اللي بتجيلك والصرف اللي أنت بتصرفه، والفلوس اللي بتجيلك من المكتب هناك والصرف اللي أنت بتصرفه، والولاد هيقدروا يقعدوا ولا لأ. كان المفروض نقدر نجيب حد من أهلنا معانا، بس الموضوع ما بقاش سهل. فحسيت ان هو لا مش هقدر، انا مش هقدر ان انا انزل، مش هقدر يعني مش ان انا هنزل، مش هقدر ان انا يعني اسيب الولاد. موضوع خطر برضو، فكرة ان انت الولاد عايشين هيقعدوا لوحدهم. ما حسيت الموضوع ما هواش احسن حاجة. فقررت ان انا ايه هقعد، والسنة بدأت تكمل. طبعا انا بعد شهر من ما شغلوني في الشغل انا بقيت بستغرب هم شغلوني ازاي اصلا. انا ما كنت يعني حاجات كتيره من يعني مش البروسيس، الماتيريالز والحاجات زي كده في كندا مختلفه. يعني انت عندك في مصر مثلا، مع مثال بسيط، مع الحيطه اللي انت قاعد لو انت بتتفرج عليها حسب سند ظهرك على الحيطه او بتبص على حيطه او تيفر، الحيطه اللي وراك دي عباره عن طوب، وبعد كده محاره، وبعد كده دهانات. لو انت في حته ارقى شويه هو دراي وول جبسون بورد، بس غالبا حيطه، طوب محاره دهانات. هنا مفيش الكلام ده، هنا مفيش اصلا طوب في الحيطان العاديه. هنا دراي وول جبسون بورد. اكيد سامعين الجبسون بورد، هو الجبسون بورد من هنا بانل وبانل وجواه الحديد، وبعديه بقى جوه الحديد ده مش بس كده، لا هو مش هيسيبوا لك الحياه كده تخلص لا ده في انسيوليشن وفي عزل صوت وفي مش عارف حراره حاجات كتيرة جدا. انا اصلا يعني ما كنتش متخيل ان كل ده يعني ليه المهم يعني حاجات تبع البيلدينج كودز وحاجات زي كده. فقعدت فترة ان انا اصلا اتأقلم على طبيعة الشغل. وعلى فكرة الكلام ده هيقابلك في كل شغل انت بتشتغله. لو انت بتشتغل محاسب، لو بتشتغل في التدريس، لو بتشتغل انت ممكن عندك البروسيسز يعني سوري يعني انت عارف تعمل الحاجات دي ازاي، بس انت مش عارف الحاجات دي هي ايه بالظبط. فدي كانت شوية تحدي كده لغايه شهر 2 2019 ما كان ميعاد ان انا انزل. وبالفعل نزلت. غيرت شويه حاجات ستراكشر بقى مع المكتب ومع الجامعه وحاولت يعني اعمل حاجات وبتاع وحاجات زي كده. وايه قررت ان انا ارجع تاني بقى بشكل مستمر. ورجعت تاني في شهر 2 2019. ومن هنا بقى بدأت الحياة بقى خلاص كواحد مهاجر. يعني انا من ساعة ما رجعت بقيت حاسس ان انا مهاجر. قبل كده انا كنت حاسس ان انا يعني زي ايه زائر كده شوية، وهسيب ولادي يفضلوا في البلد وبعد كده ان انا ارجع. انا حاسس انه لا يعني مش منطقي ان حد يتفرج على الفيديو اكتر من كده. احنا هنقف عند 30 وهوقفكم كده. يبقى ده الجزء الاولاني لغاية اما بدأت من قبل ما هاجر لحد ما بقيت مهاجر. يا نهار ابيض، نص ساعة ده كتير جدا.
متشكر جدا لو انت بتتابعني لغايه دلوقتي، بجد حقيقي متشكر جدا. انتظرني بقى في الجزء التاني من الفيديو، وتشيز اللي هو انا اصلا يعني انا تعبت وانا بقول الفيديو ده، لان نص ساعه واحد بيتكلم يعني ده مش عارف فيه ايه. هكلمك بقى الفيديو تاني بعد ما بقيت مهاجر، ايه التحديات اللي قابلتنا. اتمنى اوصل لغايه 2024، بس بالطريقه دي ربنا يسهل الفيديو شكله هيطول. شكرا جزيلا مره ليكم، متنساش تعمل لنا لايك وشير، واشوفكم على خير، بالتوفيق ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.